نعم، نحن سلفيون على الحق ثابتون، وعلى الكتاب والسنة سائرون، وعلى طريق السلف الصالح ماضون، لا نرجع القهقرى ولا ننتكس على أعقابنا، ولا نخضع لصيحات المعرضين ولا لهتافات المرجفين. السلفية ليست جماعة تنظيمية ولا حزبا سياسيا ولا حركة سرية لها بيعة وأمير، ولا تدار في الخفاء من دهاليز المخابرات أو المؤامرات، بل هي دين الله الحق، هي الإسلام الصافي، هي العقيدة النقية التي جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وفهمها وبلغها أصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان. أولئك هم السلف الصالح، ونحن على آثارهم نقتدي، وعلى نهجهم نرسي سفينتنا في زمن الفتن والعواصف. قائدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا نعقد الولاء لأشخاص ولا نتبع الرجال لأنهم رجال، إنما نتبع الحق ونعرف الرجال بالحق، فمن وافق الكتاب والسنة أخذنا عنه، ومن خالفهما تركناه كائنا من كان. نحن لا نكفر المسلمين، ولكن نبين لهم الحق ونوضح لهم الباطل، لا نسكت عن البدع لأن دين الله أمانة في أعناقنا. لن نسمح للمحدثين أن يبدلوا الدين ويشوهوه، لن نترك الساحة لأهل الأهواء يلبسون على الناس دينهم، بل نكشف عوارهم ونفضح باطلهم مهما قالوا ومهما نبحوا. لسنا ممن يخرج على ولاة الأمور، ما أقاموا فينا الصلاة ولا نحرض الناس على الفتن، ولا نثير الشعوب بالخطب النارية ولا بالمظاهرات المدمرة، بل ننصح سرا ونغار على وحدة الأمة، ونخشى من شق عصا الطاعة، ونكره سفك الدماء بغير حق. ولاؤنا لله وحده ثم لرسوله ثم للمؤمنين، نوالي في الله ونعادي في الله، لا نرتبط بتنظيم ولا ندين لفكر مستورد، ولا نتبع طرق الغلو والانحراف. نحن أتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لسنا وهابية كما يزعم الجاهلون، ولا متحجرين كما يصفنا المفترون، بل نحن ورثة الأنبياء، نحمل لواء التوحيد وندعو إلى السنة ونحذر من الشرك والبدعة. نحب الخير للناس جميعا، ونسأل الله الهداية لنا ولهم، ما أمرنا إلا بالصلاة والصيام والتوحيد والأمانة والوفاء، ما أمرناهم بتفجير المساجد ولا بالإرهاب ولا بالتكفير. فقولوا لنا يا من تقدحون فينا ماذا فعلنا بكم؟ وما ذنبنا أننا اتبعنا الحق، أننا لم نقدس الرجال ولم نجعلهم معصومين، أننا لم نأتي باستحسان البدع، أننا لم نخالف الشريعة ولم نيسر للناس سبل المعاصي، فاتهمتمونا بالباطل والأباطيل، فقلتم أننا متشددون، فما لكم كيف تحكمون؟ أهذا هو التشدد، أننا نتمسك بالوحيين ونسير على هدي النبي الأمين؟ هاتوا عنا بالله عليكم دليلا أننا خالفنا الكتاب والسنة، وإن وجدتم فنحن والله أول التائبين، نطرح قولنا ونرجع إلى الحق، فإن الحق أحب إلينا من أنفسنا. أما أن تريدون منا أن نصحح باطلكم ونزين بدعتكم ونسكت عن ضلالكم، فكلا والله، كلا والله لن نساوم على دين الله، لن نصمت على الباطل حتى ترضوا، ولن نجاملكم على حساب التوحيد والسنة. نحن السلفيون، نحن السلفيون، قلوبنا تحترق على أمتنا، وعيوننا تبكي لضلال من ضل، وألسنتنا تصيح بالحق في وجه كل مبتدع وضال. نعم، أنا سلفي، وأفتخر ألقى الله يوم القيامة وأنا لا أنتمي لحزب ولا أتبع زعيما ولا أنتسب إلا لدين الله وملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه عقيدتنا نسير عليها حتى يتوفانا الله.